هاي المرة ال15 اللي بزور فيها اسطنبول، بس هالمرة مميزة لأن جيت حتى أعملكم أول فيديو طويل على اليوتيوب بعد ما محبتكم وصلتني ل1,000,000 مشترك، وحتى ما تقعدوا بنفس المحل كل يوم قررت كون مرشدتكم هالمرة، دلكم على أماكن تروحوها، أكلات تاكلوها، وكيف توصلوا مع الأسعار، بس لازم تتابعوا للآخر لتعرفوا الأسرار. بلشوا يومكم من مكان بتقدروا تشوفوا فيه آيا صوفيا والجامع الأزرق بشكل واضح، وبتقدروا بنفس الوقت تطعموا النوارس وتاخدوا صور حلوة. هون بيحطوا بقايا الأكل من المطعم وبيطلعوهم على السطح، والناس بتقدر تجي وتطعم النوارس، ووراها منظر الجامع الأزرق. وأنا هون حاولت من جهة السلطان أحمد، ضليت واقفة بس كل النوارس تجاهلوني، فقررت اني غير الزاوية وروح على خلفية آيا صوفيا. وهون كنت عاملة شكل تمثال الحرية لشي 10 دقايق وما اجا ولا نورس. ما بعرف ليش هيك كان حظي هالنهار، بس انه من هون فيكم تعملوا هيدي الحركة وتتصوروا. والمكان بتحطوا على جوجل اسمه مطعم 7 هيلز. رايحة اتروق بأقدم محل بيدي بكل اسطنبول، بس هلا عملية البحث جارية لأنه أنا عم ماشي على اللوكيشن، عاطيني اللوكيشن شي بس أنا مقررة أني أمشي بمحل تاني، مفكرة أنه هون في فما بعرف قديش حيوصلني صح. يلي ما بتعرفوه أنه كل اسطنبول بيأمنوا كتير بالعين الزرقاء، فكل المحلات بتلاقوها مليانة عين، شي مثل الكذب، يعني عيون في كل مكان. واو، كل شي عيون عيون، حتى الشناتي، حتى كل شي عليه عيون. هيدي يعني بيأمنوا فيها بشكل منو طبيعي، وإذا مفكرين إنه هو محل هيك مر بالصدفة فلا، غلطانين يعني. شوفوا شوفوا، واو شو هيدا، معقول؟ كله عيون 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 عيون، شي كتير غريب عن جد. تركيا مليانة جوامع، يعني في عنا هون جامع بوجدان، في جامع ووراه في جامع، فيعني في كمية جوامع، في ناس مسلمين كتير، وأكيد فيها كتير مسيحية كمان. بس إنه الفكرة إنه على فكرة العين باقي 6 دقايق وبوصل على أقدم محل بيدي بكل اسطنبول. بيدي اللي ما بيعرف هي عبارة عن منقوشة تقريبا تشبه المنقوشة، بس شكلها بيشبه الشخطورة هيك بالطول، وبيحطوا لها مثلا جبنة، بيحطوا لها مثل البيتزا، فطر، أشياء هيك يعني. فقالوا لنا إنه هذا المحل بيعمل البيدي على الحطب، وعمره أكثر من 400 سنة، فراح أدوق إذا هالقد مستاهل أو لا. قربت أوصل على المحل، بس يا ريت تشوفوا معي الشارع قديش قديم، يعني كل شيء هيك فيه تقليدي وشعبي كتير. يعني هون الأتراك بيشتروا بيعيشوا. شوفوا مثلا محلات، فهي المكانس مثلا والأشياء هيك العمو القديم، المحل يعني قصدي ممكن افهم كل شيء. هيدي المكنسة لشو قربت اوصل، انا شكلي اصلا وصلت، فلنشوف بقيلي 1 مينت. يا الله فرحتي وقت لقيت المحل مكتوب تاريخي لذيذ بيدي فرن. يلا هيدا المحل من برا تاريخي، وهيدا الخان. يلا بسم الله. اوه ليكو شو قديم، عن جد تاريخي. اوه ماي جاد، شو هالمبنى بخوف يا، بس قديم كتير بس شكله حلو. مرحبا عمو. Türk İş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Lübnan. Oo, hoş, çok güzel yerden geliyormuşsunuz. Buradan Lübnan'daki kardeşlerimize selamlar. Buraya bekleriz.
Sağ olasın. Şöyle az bir şey biliyor. Ama ben Türkçeyi biliyorum. اوكي ben az biliyorum. Tamam olur anlaşırız sorun yok. عمو بيعمل البيديه بالحطب. Türk iş pide Osmanlı fırın. Dünyada bir tane var. One. اوكي. Yani. هيدا اقدم فرن بيديه بتركيا. شوفوا بعمو بحط الغد. عم يحطهم بالحطب. بندوق هلا اطيب بيديه. Bu kardeşim de Arap. O da Mardin Arabı ama Arapça bilmiyor. اوكي. عم تصير اطيب بيديه من ايام العثمانيين. هاي الطريقة التقليدية القديمة. الله الله. واو واو واو. عمو عم يعمل لي بيديه. عملنا نص جبنة نص لحمة. شوقة كثير دوقة. يلا بسم الله. لندوقها. هيدي الجبنة وخضرة. اوه نار بس نار. والله 10 على 10. درجة الحرارة 50. أنا عم بشرب شاي. يا رب كتير طيبة. ليكو بتشط وبتمط. اوه طب هيدي اسعار البيديه تقريبا كلهم 200. هيدا شارع الخان. شوفوا شو قديم. وهيدا المحل شكله ببيع شاي ولا صابون ولا شو هيدا. شكله صابون. والله صابون. بنصحكم تجوا على هالشارع لأنه كله قصص قديمة وصابون وشغلات حتحبوها كتير. أعجبني يا جماعة. أنا هلأ بدي أعمل اسطنبول كارت بهيدي المكنة اللي هي انتو كمان بتعبوا منها لانجويج. خلينا على عربي يلا. اوكي التحميل اسطنبول كارت أول وحدة. Please put closer your Istanbul card to the card reader. شو والله ما فهمنا شيء. طيب بدنا اسطنبول كارت. ايوه هيدا اسطنبول كارت حقه 130. اوكي يلا بدنا نحط 130. اوكي هيدا اشترينا اسطنبول كارت. اوكي من هيدي المكنه. اللي عليكم بس انه انتم تحطوا لانجويج بتحطوا العربي بعدين بتختاروا انه تشتروا بطاقه حقه 130 وبينزل. انا حطيت 200 فهو نزل معبى 70 ليره زياده. هلا بدي اروح على حديقه من اغرب الحدايق اسمها حديقه الشفا. فحشوف شو رقم الباص ونطلع فيها. بالمبدا هيدي ثالث مواصله باخذها اليوم توصل على هالحديقه. هي كثير بعيده. هلا اخر شيء ركبته هو هيك باص صغير كاتب هو 15.50 فانا اعطيته 20 ردلي ليرتين. بس هو مفكرني ماني عارفه وانا صراحه ما قلي جلاده بقى قل له ويقول لي لانه تركي وما بفهم علي. بس انه ممكن ياخذوا زياده عليكم يفكروا انه انتم ما بتفهموا بس انه انتم عادي فيكم تطلعوا وين ما كان وتشوفوا السعر. وحتى على جوجل ماب بتقدروا تلاقوا السعر قديش. كانت 15.50 بس هو ردلي ليرتين يعني هو اخذ مني زياده. وصلت صراحه على مكان اول مره بوصله باسطنبول كلياته ابراج وبنايات لنشوف اذا بيستاهل ولا لا. وهي وصلنا على الحديقه. اول شيء سالت الشرطي برا انه هي اللي استمري. كتب لي استمري بالمشي على اللون الازرق. فلانه نحن عم نستعمل جوجل ترانسليت لا انا بعرف احكي تركي ولا هن بيعرفوا يحكوا انجليزي. مشكله كثير كبيره بتركيا اللغه كثير يعني لازم يكون معكم انترنت على طول حتى تقدروا تترجموا على اي ابلكيشن. هي الحديقه. اوكي بالمبدا فنحن هلا ماشيين على الخط الازرق. بعدين قال لي انعطف يمينا ولا يسارا ولا ما بعرف. هذه الحديقه اول شيء هي اسمها 15 تموز وفيها هي السياره يلي صار وقت الانقلاب تبع 15 تموز حاطين الاشياء اللي هي
بتدل على هيدا النهار، فهيدي السيارة انمعست بهيدا النهار. ليكو 15 تموز 2016. هون مكتوب جول باهتشيسه يعني حديقة الورد. هون وصلنا على حديقة الورد لنشوف شو في بقلبها. هون في أماكن قعدات، مثلا إذا واحد بده يجيب معه أكل شغلة. كمان بنكمل على الشفا باهتشيسه وصلنا له. ليكو شو حلوة، كمان فيها واي فاي. وهي وصلنا على الحديقة اللي بقلب الحديقة. هي حديقة بقلب الحديقة، عاملينها للشفاء. أول شي بدنا نشلح من إجرنا، نحط الشوز هون. بدنا نشلح الكلسات كمان، نشلح الكلسات ونحس بالأرض. على فكرة كتير صعب اني امشي على الحجر. اوه ماي جاد، حامشي فضل هون وكتير سخنة. الله يعين الناس اللي بتمشي حافي. كتير سخنة. اوه ماي جاد كتير سخنة. هلا هن المفروض عاملين حتى الواحد يستمتع ويلمس الارض والطبيعة ويتفاعل مع التراب والبحث، بس احترقنا. بس ليكو مهضومة الفكرة انك انه الواحد هيك يفوت يمشي حافي. هيدا التراب البني، بعدين في تراب اسود. كل جزء عم بيكون في نوع من الارضية معينة تا هيك نمشي عليه نحس بالطبيعة، لانه عادة نحن ما بنمشي حفايا. فهي اكسبيرينس، تجربة كتير حلوة، مع انه غريبة. ماني حاسة حالي اني كتير مستمتعة لانه شي غريب، بس انه يعني انه حلو الواحد يجرب شي جديد ويكسر هيك الاشياء اللي بيفكر فيها انه لا مستحيل اعملها. لا، ما في شي مستحيل، ها مشينا حفاية. هلا عم بنتقل من قسم التراب للبحث الكبير. انا ولا مرة ماشية عليه بصراحة هيدا، فاي يلا بسيطة جد. اي شي الانسان ما بيكون متعود عليه بيستغربوا شوي. اوكي صرنا على مطرح تراب بني. هون في بحث وفي خشب مع بعض. ما بعرف اذا نحن لازم نمشي على هيدا الشيء كنوع من الشفاء، يعني هذا الشيء كتير بيوجع كتير. اي 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 اخر شيء اكيد بدنا نوصل نغسل اجرينا لانه تعوم تراب وقصص عشان نلبس. وات اكسبيرينس عن جد كتير غريبة. أول شيء إنه أنت ما عم تمشي كل الوقت على أشياء ناعمة وسوفت، لا، في حجار وبحص وشي بيوجع وتراب ساخن وأحاسيس كتير هيك غريبة بس حلوة، يعني جديدة. أكيد في مكان البسكليت، في هيدي العفريتة ما بعرف شو بتقولوا لها أنتو، في ألعاب وزحليطات. يعني المكان كتير كبير، وإذا حدا قريب بالمنطقة لازم يجي ويزور الحديقة الحلوة. قريب على الحديقة فيكن إذا حابين شو تاكلوا ترتاحوا. في مول فورم اسطنبول وفي مرمرة. أنا جيت على مرمرة حتى آخذ قهوة. جبت من عند جلوريا جين، صراحة ما أنا طيبة أبدا لأنه ما أنا قهوة متخصصة، ما عندهم لاكتوز فري ولا عندهم ديكافيين، ما كتير طيبة القهوة عندهم. بس المول حلو كتير كبير للأشخاص اللي بيحبوا يعملوا شوبينج. أنا ما كتير بحب الشوبينج، بس إنه هو يعني حلو كتير المول. كذا طابق وكتير كبير والديكور تبعه كمان حلو. فللي محبين الشوبينج والمولات هيدا مول جيد جدا.
بس انا ما كثير بحب المول، فانا بزهق بسرعه بالاماكن المغلقه، فبحب امشي يعني بيجي هيك بس بلقي نظره نص ساعه وبمشي. هيدا محل جديد باسطنبول اسمه فشك هاني، هو مش جديد، هو قديم بس مجدد. فشك بالعربي نحن بنستخدم انها طلقه، الاغلب كانوا يصنعوا الطلقات بالفتره الامباير العثمانيه، يعني بالفتره اللي كان فيها العثمانيين كانوا يصنعوا الطلقات بهذا المكان. ان شاء الله ما اكون مخربطه لاني هيك فهمت من حدا عم يحكي تركي. فهون في اماكن كثير راقيه وحلوه، والمطاعم هون كثير كثير راقيه واسعارها كثير غاليه. هيدا الحلاب تمام. نسيت صور لكم هيدي الدجاج بالزعتر، بس اكلتها قد ما انا طيبه ونسيت صورها. كثير الاكل هون سوبر احترافي صراحه، يعني ميزة 10/10، اطيب من لبنان حتى، بس الاسعار كثير غاليه. صباحو اليوم عم تروق بيديه، وهيدا شوكولا بندق وكذا محسن. Merhaba. Günaydın. ما شاء الله. Wow, wow. Tabaklar bana bakın, tabaklar. Bakın. Meryem. Sıcak. اوه والله. Meryem. كمان بيحضروا البيديه، شغل ايدهم. كل شيء عم بتشوفوه، الخبز هون بالفرن بيتم عندهم بالمطبخ وقدام. يعني انتوا كمان انتوا طالعين لفوق، المطبخ بيكون مفتوح، يعني العالم بتقدر تشوف النظافة، بتقدر تشوف التحضير. هلا هون عند حسين بفرع سيركيجي. هلا حانزل دوق اللحمة. اوه وين هي؟ لك وين حط لي اياها؟ حط لي شقفة صغيرة سنس انا ما كثير هلا تروقت، بس لازم ناكل هيدا الشيء وندوقه هون. انا ما كثير بحب اللحمه، بس لما اكلتها هون كانت ممتازه، فحاكلها بايدي. تعقد كثير طيبه، هيدي لازم هيك. يا الله يا الله شو طيبه، مهتريه. يعني هي اللحمه هون ما بيقولوا ما عندها شخصيه ابدا. ممتازة. هون بالمحل كل المشاهير الأتراك بيجوا بياكلوا عنده. هلا أنا لازم أحط صورتي هون كمان، لأنه صراحة المطعم يستاهل. شوفوا، وكتير سهل توصلوا له. مترو سيركاجي. اوكي، ضلكم مكملين دغري دغري دغري. هون في محل لكم بتفوتوا بهيدي الزاروبة، من هون بوجهوا في كمان اوتيل اورو ستار، وهو هون جيفانش كونيالو. يعني هو عائلته جيفانش كونيالو، يعني هو من كونيا. بيعمل لحمة بالفرن مثل ما انكم شايفين. شيء خطير جدا جدا جدا، حتى ما بياكل لحمة حيجي ياكل لحمة. ممنوع وحرام تجوا على تركيا على منطقة سيركيجي وما تاكلوا عند جيفانش كونيالو وتتحلوا وين؟ هلا بنشوف. بتعرفوا هون في اشارات نحن ما عنا منها، مشان هيك عم صور. بحب النظام، بحبه خاصة على الطريق عشان ما حدا يهرس حدا بالغلط مثلا. وهلا انا جيت عند صفا لانه عندهم شيء مميز كثير اكثر من كل المحلات، اللي هو الكنافه بجبنه بيعملوها على الفحم. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هون في عنا مجموعه وتشكيله البقلاوه يلي بفستق طبعا، واللي بجوز، هيدي بجوز، وكل شيء
الاخضر طبعا بالفستق الحلبي. هي عم يحضروا الكنافه 5 دقايق وين على الفحم. هنشوف شو بده يطلع منها. هو عم يحركها بهالشكل. تمام. هاي الكنافة بلشت تخلص بعد 5 دقايق تقريبا. اوكي شو بدنا نعمل هلا؟ ماشي. هاي الملقط. ايوه. نحط قطر. الكثير من القطر يا لطيف. شوفوا كيف عم تبقبق. اوكي. وهاي البوظة بس استن لتكمل رشة فستق عنتابي. يا سلام. تمام واحدة عشان قلتها زيادة. وصلت الكنافة اللي عليها بوظة على المنظر. لندوق. هلا انت تعمل هون؟ You work here? Yes, I am working here. اوكي. ماشي. لكن مسكنا. بلال حمد. اسمك بلال؟ بلال حمد. ماشي. لكن مسكنا التليفون لبلال ما بعرفه صراحة بس طلع بيشتغل هون. اوكي ليصورني انا عم جرب الكنافة. هاي الكنافة هلا اتحضرت على الفحم. ساخنة نار. بسم الله. يا سلام. كويس. كثير طيبة. بالعافية صحة. شكرا ليكو. هيدي اكسترا فستق حطينا. اكسترا فستق مع البوظة والكنافة. ياي. كثير لذيذة. بالعافية. شكرا. طلعوا الميكس. يا سلام يا سلام. الصراحة ادمان. بعد ما شفتوا الكنافة كيف تتحضر على الفحم الحجري، هلا حنورجيكم كيف تنعمل كاتمر. هي كمان حلو تركي مع. مرحبا. يا اهلا وسهلا. شو اسمك؟ عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن شو بدك تحضر لنا؟ كاتمير. يلا قول لي. اشهر اكله بنيويورك صفا، هي مشهوره عنا. يعني شيء على 24. يعني مش الكنافة المشهورة؟ لا انا كاتمير افضل. مش الكنافة المشهورة. الكاتمر الأخضر هي المشهورة أكثر. فيلا حنشوف هلا. هون بلشنا نعمل عجينة الكاتمر مع الشيف عبد الرحمن. نعم. الشيف عبد الرحمن هو من الشام. يا اهلا وسهلا. بيحكي عربي فأنا وياه قاعدين. طبعا عم يفهمني اياهم مضبوط. كيف؟ سوري والنعم مني. ايه والله. ما شاء الله. هاي العجينة كل ما لفة بتكبر. كل ما كانت رقيقة العجينة رقيقة كل ما كانت يعني لذتها أطيب. شوف كيف بتمد العجينة بالهواء وبتكبر. العجينة عادية يعني بس هي يمكن مخصصة للحلو. ايه نعم هي خاصة من دول. يعني كانت هالقد قدها؟ ايه صارت هالقد. عم يشيل الاطراف. اطراف سميك بدنا نشيل سميك لأنه. ايه نعم. اوكي. أول شي بنحط رشة فستق عنتابي. ايه نعم. بعدين رشة سكر. طبعا السكر تبعها ممتاز هيك. ايه يعني تمام. حلو لا. اوكي. سمن. هي القشطة. وهيدا قشطة. هو الشيف يعني بتعرفوا بالنظر عم بيعرف قديش لازم يحط يعني بدون عيارات. تمام. وهلا بلفها بهالطريقة يمين شمال فوق تحت. اوه. هلا وين؟ هلا على الصينية. اوكي. كمان دهنا سمن. هيحطها بالفرن. كمان تلزق بس شو اسمه؟ اوكي. عشان ما تلزق. صار بهذا الشكل. يا سلام. قد ايه بدها بالفرن؟ بدها حوالي 7 دقائق، 7 ل 10 دقائق بدها. تمام. طيب ليه ما عندنا منها هيدي نحن؟ هي مشهورة بغازي عنتاب، هي عرب دور هي عندهم اياها مشهورة عندهم. اوكي. يعملوها بغازي عنتاب. اي نعم. عجينة فستق سكر رح ادوقها هلا بعد شوي. هي ايدك خاصة. هيدي خاصة لإلي يعني. تمام. هي على الفرن. إلى اللقاء.
بعد 7 دقايق، بعد 7 7 دقايق. دقايق بكثير ان شاء الله. يلا بشوفكم بعد 7 دقايق. كنت مفكرة هون انه الكنافة هي اطيب شيء، لانه انا مجربتها على طول وبحسها اطيب محل بكل الحلويات، يعني محلات الحلويات كثير طيبة. فهلا هن عم يقولوا لا انه الكاتمر هي اساس هون الاشهر، وهذا حلو عنتابي من غازي عنتاب. شفت مثل ما شفتوها يعني عجينة بقلبها فستق وسكر وهيك، فبظن انه حتكون طعمتها كثير طيبة. هيدا اطيب اختراع مخترعينه الاتراك يمكن بحياتهم. اسمه الكاتمر. لا طب انا 15 مره باسطنبول، ليش ما حدا قال لي جرب هيدا الشيء ولو؟ ولو لا يا الله يا ريتني ما اكتشفته، هلا بصير ادماني جديد. هالشيء تكبر وتصير تجي على محل الطفولة اللي بتحلم فيه اللي هو إلكر. كل شيء شوكولاتة، ليكو كل الأنواع، وهولي كل أنواع البسكوتات، كل أنواع البسكوت، كل أنواع كل شيء. هلا بحط لكم العنوان على الفيديو كرمال إذا أنتم حابين تيجوا كمان تتسوقوا أو تاخذوا معكم بالجملة، فهون فيكم تاخذوا كمان لانه الاسعار كثير رخيصه. بعتقد انه ما في حدا ما كانت طفولته هيدا الشوكولا الالكر، بظن ما في حدا يعني. هيدا وطبعا هيدا البسكوت المملح، صح؟ صار في عندهم كثير اصناف ما شاء الله، يعني مصنع كثير كبير، المحل كثير كبير. ولا هيدا كمان بتذكر كمان كانوا اهلنا يشربوه مع القهوه الصبح. يا الله طب شو بدي اشتري لاشتري؟ يعني انا هلا بمتجر الاحلام. هذا بتتذكروه ولا لا؟ الهالي صار في منه بالتوت، هذا الاصفر العادي يمكن مغطى بالشوكولا البيضاء، وهيدا بالليمون. اول شيء انا اخترت هيدي كرواسون بحطوا عليها صوص وكيك وفواكه. هيدا البوراكي اللي ما خليني فوت لجوا، اللي ما بيمشي الحال، فهو حيختار لي اياها، يعني هو حيعمل لي اياها. شوفوا كرواسون موجوده بقلب الكيك، تقدروا هيك تشيلوها، هو يعني بشيلها طبعا. اوه شكلها كثير طيب. بعدين شوف شو بده يعمل، كثير سيريس هذا الانسان. اوكي حنحط عليها شوكولا. Are you ready? Yes. اوه وانا بقدر اختار من هون 3 شغلات. فروتس يس، تشيلك، strawberry and pistachio and what is this one? Dark chocolate. هون نقيت بيستاشيو فريز. بتكون اللي انا اخترتها للترويقه. هيدا الطلب الجميل اللي بيطلع حقه 323 ليره، يعني تقريبا 10 دولار، which is غالي. يعني انا برأيي هو كتير غالي، بس البورشن كتير كبير، يعني هي بتأدي 2، لو اجوا 2 بيقدروا اوكي. هلا حندوق هالبورشن الكبيرة اللي أنا اخترتها. أوه لالا، واو واو واو، شكلها كتير طيب صراحة. شو هي؟ خرافية، ممتازة. لا صراحة بتقدروا نص تكملوها، يعني أنا هسه شوي حخلصها، ما ادري شو مارق طيران، كتير سهل انه واحد يخلصها لوحده. ليكو الشارع شو حلو، هيدا الشارع دغري ورا المحطة، وهيدا هو مطرح ما تروقت. كتير محلات حلوة، محلات برجر، والشارع كتير مرتب.
سو بتوصلوا انتم على محطة توفانة. سو بس توصلوا على محطة توفانة بتفوتوا من هيدا المفرق من هون، ببين عندكم هيدا الشارع الحلو كلياته. للمحطة في مثل جامع بتفوتوا بالزاروب تبعه. فالمحطة هون في حمام قديم، في الجامع، تجوا هيك من هيدا الزقاق. سو يا جماعة هون المحطة، محطة توفانة على التي 1. تجوا تقطعوا السكة ببين عندكم الحمام والجامع، بتفوتوا من هون. هيدي المحطة تبع كبطاش، اوكي؟ تقطعوا الميلة الثانية تفوتوا من هون بهالبساطة لتروحوا على تشينجل كوي. يا المحطة شوفوا إذا مبين عليكم تشينجل كوي 14:30، يعني على 2:30. باقي معي 10 دقايق، يعني جيت على قد. جمال البحر، العبارات، القصص هون منظمين كتير، يعني بتلاقوا القصص بسهولة. مثلا هون حاطين لنا وين لازم نكمل، إذا أنا مكملة على تشينجل كوي كمل هيك لقدام. وهي اتجاه العبارة تبعنا. شوفوا المنظر يا جماعة، ياخد العقل، ياخد العقل. واو ما شاء الله. كل قصر دولما بهجة، وهيدا جامع دولما بهجة، وحدو في الساعة. هيدا القصر. شوف شو كبير، شو حلو. بعد رحلة تقريبا 20 دقيقة نوصل على تشينجل كوي بالمنطقة الآسيوية. هاد تشينجل كوي. بمجرد ما طلعتوا من محل العبارة دغري دغري بيطلع بوشكم محل الباص. بتقعدوا بتنتظروا باص 15 أو 14، هقلكن شو رقمه، 15F. تمام؟ 15F بيمشي فيكم 6 محطات توصلوا على ناكا شيتيبي، ومن هونيك بتمشوا 8 دقايق بتوصلوا على شارع كوزغنجك. اللي صار انه انا بقيت نص ساعه قاعده بمحطه الباص وما عم يجي الباص، فعلى الاغلب انا كنت قاعده بمحطه بالقلب، يعني بدل هداك الاتجاه لازم اجي لهون. فقررت امشي بهالشارع الحلو، كله مطاعم، كله اشياء كتير حلوه. فقلت خليني اكتشفه وشوف شو في بقلبه صور لكم، لانه هديك المحطه شكلها غلط. هون الحلو انه كل الشوارع فيها اعلام. هيدا عم يعمل كوكوريتش. بتعرفوا شو الكوكوريتش؟ هي عباره عن المصارين تبع الخروف، بس انا ما باكل هيدي الكوكوريتش. وين ما كان اعلام اعلام. كتير حلو الشارع. الجزء الاسيوي احلى بكتير من الاوروبي، عامل شكله ميديا، كله بيعمل كوكوريتش. هيدا اصغر خيار بشوفه بحياتي، ادقدت الاصبع، وعمو اعطاني وحده لدوقها. تشكر لار. حدوقها. شو الخيارة الصغيرة هي؟ والله عادية يعني طعمتها خيار بس كثير صغير. أنا رجعت كملت شوي لقدام، أخذت باص هيك لونه أزرق، دفعت 15 ليرة وصلت لهون. الناس عم يلعبوا بالحديقة، في حديقة عامة، ودغري بتطل لوين؟ على البوسفور. وهيدا الجسر مثل ما انكم شايفين، اطلاله حديقه ولا اروع. وفعليا انا هلا ضايعه، يعني ماني عارفه اوصل على المحل بالضبط. لحظه شو في هون؟ احلى ضياع، بس ما تقولوا لي هون في تواليت. هيدا محل التواليت. انبسطتوا. طيب هون احلى ضياع فيكم تعتبروه، لانه على جسر البوسفور، حدايق عامه للاطفال، العاب. بس انه انا حابه اوصل على المنطقه اللي رايحه عليها، بس حتى لو ما وصلت يعني اوكي. المحل كتير حلو وكتير بيجنن. طلعوا ليكوا البوسفور شو حلو من هون. العالم كلها واقفه، حدايق وفي العاب للاطفال. شوفوا تفضلوا. هذا الجسر، وهي الضياع اللي انا ضيعته هلا. هيدي يمكن اجمل منطقة شفتها
الجزء الآسيوي بتجنن. شو ها هي المكتبة التاريخية، هيدا الشارع الملون بتقدروا تتصوروا عليه هيك البنايات. انتم بالمنطقة الآسيوية بتقدروا تلاقوا هيك شيء مثل كأنكم ببلاط، فهون أهدى أرقى أحلى بكتير. يا جماعة هون شو حلو، درج كله زهور ورود، يعني المنطقة هون must visit. هون مكتوب بستان، يعني شكله بستان، اوكي. وهون كل وحدة عاملين فيها شيء، هيدي باذنجان ان شاء الله تبين عليكم. فكل مربع هون بالبستان زارعين فيه شيء. بس الاحلى البيوت الملونه اللي ورا انكم توصلوا وتتصوروا عليها. طلبت شيء خفيف كتير، هي جبنه توست. صار معي موقف كثير بشع هلا من شوي، كنت ماشيه ماني منتبهه، دق شب فيني ماسك كبايه، انا شو فكرت شاي مي، ببرم بلاقي كب علي الكول. شو بعمل طيب؟ انه بيقول لي ايام السن انت منيحه، منيحه بس تيابي ريحتهم صارت قرف. شو بعمل يعني انا هلا؟ ما في بايدي اعمل شيء غير اني اروح بقى وغير ثيابي. انه هلا اذا انا بطلع بمحل والعالم بتشمني هيك شو بيقولوا هي يا بتقرف الريحه. يلا بيصير شغلات، شو بدنا نعمل؟ يعني خبروني انتم لو صار معكم هيك موقف شو كنتوا عملتوا؟ يعني انا بمحل شو فيني اقول له غير انه اتس اوكي، بس انه منا اتس اوكي، يعني ريحتي صارت كلها الكول، بس انه شو بعمل؟ ميدان تقسيم الصبح فاضي طبعا، ما في غيري لاني انا طيارتي بكير، فمشيت بكير جدا. تحسوه يعني فاضي، مالكم بالعاده تشوفوا هيك. على ميدان تقسيم بتمشوا باتجاه الجامع الجديد، هيدا تبع جامع تقسيم. انتو من شارع الجامع من هون لهيدا الشارع عبد الحميد الحق، هلا بكتب لكم اسمه. بتفوتوا بتكملوا فيه على الاخر، بيطلع بوجهكم الباص. او باختصار فيكم تحطوا على جوجل اوتيل تايتانيك، بيوصلكم على الشارع اللي فيه الباص دغري. لو تعرفوا شو صار، وصلت على المطار، بس انا وصلت على صبيحه، طلعت بهافا باص بدل ما اطلع بهافا ايست. هافا باص بيوصل على صبيحه، هافا ايست بيروح على مطار اسطنبول. ان شاء الله الحق. بقدرة قادر انتقلت من الهافا باص للهافا ايست بنفس المطار تبع صبيحه، وجابنا لهون تقريبا اخذت 45 دقيقه. لحقت على اخر نفس وطلعت البوردينج بعد ما عملت تشيك ان اونلاين، بس الحمد لله لحقت، وهي انا بمطار اسطنبول. الى اللقاء.